في الفيديو ده إن شاء الله هنتكلم عن معلومة دايمًا الناس بتتناقش فيها أو بتتكلم فيها، لإن هي موجودة تقريبًا في كل الgeneral notes بتاعة المشاريع، وهي للأسف يعني ملحوظة أنا باشوف إن هي غلط. هي إيه طيب الملحوظة؟ الملحوظة إن هو في الكاميرات إمتى بنحط أسياخ انكماش وإمتى لأ، أو بنحط بناءً على إيه، أو السمك لمّا يبقى قد إيه ابتدي إن أنا أحط أسياخ انكماش. طيب الgeneral notes بتاعة معظم المشاريع بيكون إن أسياخ الانكماش الgeneral notes بتاعة المشاريع بيحط إن لمّا الكاميرا سمكها يزيد عن 700 مللي أو 70 سنتي، إن أنا بابتدي إن أنا ساعتها أحط أسياخ قيمة 8% من أسلحة الشد. تمام. طيب هل المعلومة دي مضبوطة؟ للأسف لأ، المعلومة دي مش مضبوطة. طيب أنا دلوقتي فاتح دليل التفاصيل وهي موجودة قدامي. تمام. هو كاتب إن تزود الكاميرات التي يزيد عمقها عن 70 سنتي بأسياخ كماش جانبية وتكون بنسبة لا تقل عن 8% من مساحة صلب الشد على أن تزيد المسافة ما بينهم عن 30 سنتي. طيب للأسف ده دليل تفاصيل وده نسخة قديمة، دي نسخة 2003 وما نزلش أي تحديث بعدها. تمام. لو فتحنا الكود المصري سنة 2020 هنلاقيه إن هو عدل البند ده في النقطة رقم 5 وكاتب إن هو تزود الكاميرات التي يزيد عمقها عن 60 سنتي أو 600 مللي بخلاف سمك البلاط بأسياخ انكماش جانبية بنفس القيمة بنفس السبيسنج ما فيش فيها مشكلة، ولكن عدل هنا إن لو عندي الكاميرا زاد سقوطها عن 60 سنتي بخلاف سمك البلاط ساعتها هحط أسياخ انكماش. يعني أنا لو عندي البلاطة مثلا 20 سنتي والكاميرا عندي 70 سنتي أنا مش محتاج. تمام. طيب لو أنا عندي الكاميرا 80 والبلاطة 20 ساعتها أنا هابتدي أحط ليه؟ لأن السقوط يعني غير سمك البلاطة بقى 60 فساعتها أنا لازم أحط أسياخ انكماش. فدي معلومة دايمًا بالاقيها في المشاريع كتير في الgeneral notes بتاعتها، وللأسف لأن هي بتبقى قديمة ومتداولة ما بين مشروع للتاني من غير أي update ليه. تمام. فإحنا شغالين على الكود المصري نسخة 2020.